اهلا اعزائي المتابعين، فيديو جديد وتأليف جديد من عيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار التقيل جدا يا اعزائي المتابعين، واغنية حزينة جديدة بعنوان كان باين قصاد عيني. اغنية حزينة من العيار التقيل جدا. طبعا يا اعزائي المتابعين، يعني الاغنية حزينة اللي هي نيران الفراق، يعني جابت مشاهدات ضعيفة جدا، يعني 22 مشاهدة خلال يومين بس. احنا كنا منزلين أغنية حزينة قبلها اللي هي آه اسمها ايه، يا عيني عليك، جابت 504، ده في خلال بس 12 يوم. فيعني أعزائي المتابعين، متوسط المشاهدات في الأغنية الحزينة اللي هي نيران الفراق قليل جدا، رغم إن الكلمات، يعني أنا مألف لكم كلمات مفيش مؤلف محترف يقدر يكتب الكلمات دي مهما كان من احترافيته وخبرته في التأليف. مفيش حد يقدر يعني يتراهن بإبداعاتي وإنجازاتي في التأليف. فأنا بكل فخر أنا أفخم مؤلف قصص وأغاني حزينة في جمهورية مصر العربية. حرفيا أنا الأفضل من جميع الزوايا، محدش يقدر ان هو يقول لا ده في احسن من يوسف القناص المؤلف، لا لا لا، محدش اصلا عارف يقول كده، لان هما مش قادرين. محدش عارف يلاقي مؤلف احرف من مؤلف يوسف القناص. كلهم في المواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي كلهم بيتكلموا عني، بيقولوا عن المؤلف يوسف القناص ان هو مؤلف محترف بمعنى كلمة محترف، ده ولا كأنه يعني مؤلف خبرة 30 سنة كده. وأنا صراحة يا زي المتابعين، يعني التأليف ده موهبة أنا مولود بيها من وأنا صغير، عندي 11 سنة بألف في القصص وفي كل حاجة، في كل حاجة. عشان كده أنا خبير جدا جدا في التأليف، وعشان كده برضو مفيش مؤلف يقدر إن هو يحاول يقارن إبداعاته بإبداعاتي، لأن أنا حرفيا إبداعاتي هتحط عليه جدا، يعني إن أنا مؤلف ماهر جدا جدا جدا. أعزائي المتابعين، ياريت تحطوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. طبعا يا أعزائي المتابعين، احنا عارفين إن احنا عندنا هدف، والهدف ده هدف نبيل، والهدف النبيل هو دخول مجال الفن. فأعزائي المتابعين، مستنيين ايه؟ عايزين نوصل لمليون مشترك، عايزين نوصل مليون مشترك يا أعزائي المتابعين. وما تنسوش تحطوا رأيكم في كومنت، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.